ده مين ده؟ هو ايه اللي مين ده؟ في ايه يا مروان؟ ثانية هشوف مين ده. في ايه؟ هات يا مروان، تليفون فيه ايه؟ مروان سيب التليفون. ايه الهبل ده بقى؟ ايه ده؟ اوعى. تعالي هنا. هاتي التليفون. اوعى يا مروان. هاتي التليفون. يا مروان اوعى. هو ده؟ انت اللي كنت بتكلمها اليومين اللي فاتوا؟ ايه ده يا مروان؟ ايه ده والله العظيم انت فاهم غلط. انت مين يالا؟ لو لمستها وقربت لها اقسم بالله العظيم ما هرحمك. والله ما اعرفه يا مروان، والله العظيم ما اعرفوش، كان عايزني في شغل، والله ما اعرفه. ده واحد كان عايزك في شغل. ده خايف عليك وبيهددني. انت مين يالا وتعرفها من امتى؟ انا اللي هسجنك يا كلب يا واطي يا ابن الكلب. شيل ايدك من عليها يالا، سيبها وبصلي. ورحمة ابويا وامي ما هرحمك. والله العظيم لا اقتلك. ما تخافيش يا مريم، والله العظيم لا اجيبك. ما هو انت لو واحدة بتحمد ربنا على اللي في ايديها، بس انت رمامة. مش عايزة تنضف. سيبها وكلمني زي ما بكلمك. وحياة امي ما هسيبك. والله العظيم لا اجيبه يا مريم، والله العظيم لا اجيبك. الحقني يا زياد. تعالى الحقها يالا. تعالى الحقها يا دكر. طب اهدى طيب اهدى والله هعمل لك اللي انت عايزه. مش هكلمها تاني، مش هتشوفني تاني. لو شفتني بكلمها تاني اعمل اللي انت عايزه بس، والنبي تلمسها. سامع الدكر اللي كان بيدافع عنك؟ سامعها؟ وده لو راجل كان سابك كده؟ اهدى وكلمني هنتفق، والله العظيم هنتفق. اللي انت عايزه هعمله لك. مش هكلمها تاني، مش هتشوفني تاني. لو شفتني تاني اعمل اللي انت عايزه بس سيبها والنبي سيبها. لا 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 لا. يا اخي زياد، انا جبت اللوكيشن بتاع مروان، هبعتهولك على الواتساب حالا. ده مين يا جدع انت وابني؟ ينفع اللي انت عملته ده يا زياد؟ هو اللي حصل بقى عصام. طيب اطلع انت على المستشفى وانا هخلص هنا واجيلك على هناك. لا انا تمام. انا اخيرا بقيت كويس. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ انا تمام. انا بس عايز منك خدمه. امرني. ازيك يا مريم؟ انا اسفه يا زياد، انا اسفه عشان ما صدقتكش بصراحه يعني انا اسفه عشان طريقتي معاك كانت دايما سخيفه، وانت عمرك ما عملت لي اي حاجه وحشه. المهم انت كويسه؟ انا تمام. انا قفلت موضوع مروان خلاص. بصراحه يعني هي رانيا هي اللي قفلته وعملت له محضر عدم تعرض كمان. على فكره دي مش اول مره يضربني فيها، بس هو كل مره كان بيرجع ويعتذر يعني، وانا الصراحه كنت بصدقه. بس خلاص بقى خلاص دي صفحه واتقفلت ومش عايزه ارجع لها تاني. بما انك عملتي كده فانا عندي حاجه مهمه اقولها لك. خير. احنا كمان 5 سنين بعد لما نتجوز في حاجه لازم احذرك منها، لو ما حصلتش ترجعي لي تاني. يا زياد مش ممكن، انت لسه في قصه السنين دي واتجوزنا وما اتجوزنا، خلاص بقى انسى بقى الهبل ده. اثبت لك ازاي طيب ان انا في المستقبل؟ ممكن اوريكي صورك وحاجتك بس هتفتكري ان انا مهووس. مش ضروري تصدقيني. هقولك على حاجه، قابليني كمان ساعه في كافيه بيرلا، المكان اللي انت بتحبي ترسمي فيه، وانا هثبت لك ان انا في المستقبل. ماشي يا سيدي، خليك ورا الكذاب. خليكي متأخريش.